يا اهلا وسهلا بالناس الحلوين، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل، عشان انا بصور الفيديو ده بعد ما صحيت من النوم، فباين عليا النوم تقريبا. المهم، وحشتوني جدا، وحشتني قوي قوي نوعيه الفيديوهات دي. انا بحب الفيديوهات دي جدا، وعارفه ان انتوا يمكن دي اكتر فيديوهات عندي على القناه، بحس ان انتوا بتحبوها قوي. بس بعملها كل فين وفين. ليه بعملها كل فين وفين؟ لان انا مش البت النصوحه بقى اللي بتطلع على طول تتفلسف عليكم وتقول لكم نصايح وكده. ربنا يعلم ان كل نصيحه بقولها لكم بتبقى طالعه من قلبي ومن تجربه واقعيه حصلت في حياتي واثرت فيا وفرقت معايا لما اخدت بالي من الحاجه دي. فهي الفكره ان انا ببقى بلفت نظركم للحاجات دي مش اكتر. يعني معظمها حاجات على فكره ممكن تبقوا عارفينها، بس انا عارفه الحاجه دي، بس توشوا لفتت نظري للحاجه دي. فهي بتبقى كده مش اكتر. يعني فاعملوا حاجه تشربوها وتعالوا، علشان النهارده هقول لكم على 7 حاجات من الحاجات اللي ان شاء الله يفرقوا معاكم في حياتكم. يلا بينا. اول نصيحه عايزه اقولها لكم، دي يمكن انا بوجهها اكتر البنات اللي لسه صغيرين، اللي لسه مع الدنيا ما خبطتش فيهم قوي، فبتبقى تجاربهم قليله في الحياه، فبيبقوا عايزين ياخدوا بالهم قوي من النصيحه دي. كان نفسي قوي اخد بالي منها زمان زمان قوي. وهي حافظي على اسرارك. مش اي كلام ينفع تقوليه. ايه السر بقى؟ يعني عايزه اقول لكم بقى ايه هو السر. السر هو الحاجه اللي لو حكيتيها لاي حد، حتى لو الحد ده قريب منك جدا جدا دلوقتي، اعملوا حساب ان الدنيا بتتغير والقلوب بتتقلب، وممكن اللي حبيبك دلوقتي قدام او كمان كام سنه ما يبقاش حد بيحبك ولا بيحب لك الخير. فما تقوليش سرك لحظه ضعف. ساعات بتبقي عايزه تفضفضه، هي بتبقى لحظات فضفضه جميله، بس بعد كده بتندمي قوي قوي. ايه هو السر؟ السر هو الحاجه اللي لو قلتها لقدامي وجا عايرني بيها او ذلني بيها او قالها لغيره، هزعل قوي واتقهر وهبقى متضايقه قوي قوي انه سري ده طلع. واللوم مش هيبقى 100% على الشخص اللي نقل اسرارك او عايرك بسرك او ذلك بالسر ده او مسكه عليكي. اللوم هيبقى على لسانك. في مثل عندنا بيقول: لسانك حصانك، ان صنت صانك وان هنت هانك. هي ده بالظبط اللي بينطبق على، بحس ان الموضوع ده بينطبق شويه على موضوع السر. انا مين عرف الناس دي اسراري؟ انا لساني. فانا امسك لساني وابقى عارفه افرق ما بين الحاجه اللي بتتقال. واوعي اوعي اوعي تتكلمي عن ذنب انت عملتيه او بتعمليه، لان انت ممكن قوي تتوبي عن الذنب ده وتتغيري 180 درجه، بس الشخص اللي انت قلتي له السر ده او حكيتي له عن الذنب ده هيفضل فاكره، هيفضل باني انطباعه عنك بناء على الكلام اللي انت قلتيه. فوالله هو لساننا اللي مودينا في داهيه. فدايما اعرفي ايه الحاجه اللي ينفع تتقال العاديه اللي ممكن اقولها، وايه الحاجات اللي ما ينفعش تتقال. الحاجه التانية اللي عايزه اقولها لكم انه ما تخلوش اي حاجه ابدا تتحكم في قراراتكم واختياراتكم. حياتك هي نتيجة اختياراتك. كل حاجة في حياتنا دلوقتي هي نتيجة اختياراتنا. ليه؟ لأنه ربنا خلق لنا في الدنيا الخير والشر، وخلق لنا الحلو والوحش، وقال لنا انتوا اختاروا. علشان كده لما بنكون عايزين ناخد قرار في حاجة جديدة او نعمل حاجة جديدة او حاجة محتارين فيها، دايما بنصلي استخارة ونقول: يا رب وفقنا للخير، وفقنا للصح. ازاي بقى ربنا هيوفقك في حاجة وانتي اساسا بتختاريها على اسس مبنية على عدم رضا الله؟ فدايما اي حاجه تكوني محتاره فيها ومش عارفه تاخدي فيها قرار، ارجعي لربنا، شوفي الحاجه دي هترضي ربنا ولا ما ترضيش ربنا. لو الحاجه دي فيها رضا لربنا، صدقيني باي شكل من الاشكال لو فيها رضا ربنا هتلاقيها فيها كل الخير اللي في الدنيا بعد كده. لو الحاجه دي ما فيهاش رضا ربنا هتبقى فيها كل الشر اللي في الدنيا. فالقاعده معروفه جدا وقاعده بسيطه جدا. انا اختياراتي ببنيها او قراراتي باخدها بناء على رضا ربنا وعلى الحاجه اللي تكون مريحه نفسيا ليا. ما تاخديش قرار في اي حاجه، في جوازه بقى، في خلفه، في حياتك، مبنيه على اراء الناس. الواحد لو بنى حياته على ان انا همشي بناء على ان الناس عايزه ايه، عارفين قصه جحا؟ الناس مش عايزه حاجه، الناس عايزه تتكلم وخلاص. فاوعي تاخدي قرار يفرق في حياتك او هيأثر في حياتك بالسلب او بالايجاب مبني على الناس. بعد كده هتلاقي حياتك فعلا مش هتلاقي ده القرار الصائب اللي انت خدتيه. فقراراتك ركزي فيها قوي، واختياراتك ركزي فيها قوي قوي قوي، علشان هي دي حياتك انت. يعني مثلا لما تكون واحده جاي لها عريس ويقولوا لها: عادي، دي في مميزات كتير، ده عنده كذا وكذا وكذا وكذا، بس في العيب الفلاني، عادي تغاضي عن العيب الفلاني، احنا كلنا مليانين عيوب. تمام، احنا كلنا فينا عيوب، بس في عيوب انت تقدري تتحمليها وتتعايشي بيها، وفي عيوب ما تقدريش تتحمليها وتتعايشي بيها، فتبقي لبستي نفسك في الحيط علشان اراء الناس كانت في الجوازه دي خطيره. فاهمين؟ فركزوا بجد انتوا بتختاروا ايه، عشان هي دي حياتكم انتوا بس، انتوا اللي هتتعجنوا فيها مش حد تاني. الناس بعد كده مش هتلاقوهم اساسا اصلا. النصيحة دي بقى وبقولها لكم من قلب قلبي، يعني دي مش من قلبي بس، من قلب قلبي، وهي انك تعرفي قيمة نفسك.
ساعات ما بنبقاش عارفين قيمة نفسنا ولا عارفين نقدر نفسنا صح. فانا هقولها لكم الموضوع ده جه معايا ازاي وتعلمته ازاي ان انا اعرف قيمة نفسي. تعرفي قيمة نفسك بحجم يعني قيمتك ما تبقيش بنياها على انك تمتلكي ايه، ولا اتخرجتي من جامعة ايه، ولا عندك العربية الفلانية والموبايل النوع الفلاني وعايشة في المكان الفلاني وعندك عدد المتابعين الفلانيين. مش بقولكم ان الحاجات دي كلها وحشة، على فكرة الحاجات دي كلها حلوة وكلها جميلة وحاجات في الدنيا حلوة، يعني بتجيب احترام، بس احترام من بره. لو الحاجات دي وقعت هتبقي انت شايفة نفسك بلا قيمة، هتبقي شايفة نفسك هوا. فانا قيمتي اخدها من جوايا بحجم احساني لنفسي. انا بحسن لنفسي قد ايه علشان اعرف قيمتي دي؟ انا بحسن لنفسي كتير قوي. انا ايام كتير بقع وما بستسلمش وبقوم تاني بعافر. انا ايام كتير قوي بحاول احسن من نفسي وبشوف العيوب اللي فيها وطول الوقت شغاله على اني اكون احسن. انا قد المسؤوليه قوي. انا يمكن كسوله شويه، بس مش هقول كسوله، انا بعمل الحاجات بالطريقه اللي تناسبني انا وتناسب طاقتي انا وتناسب شخصيتي انا. فمش لازم علشان انا مختلفه عن المحيط اللي حواليا اكون غريبه او افضل طول الوقت ببص لنفسي بنظره دونيه. لا، ابص لنفسي بحجم انا فعلا بحسن لنفسي. انا شخص ليه قيمه قوي. انا ياما حاولت علشان ابني الشخصيه دي. انا بذلت جهد كبير قوي علشان اغير من نفسي للاحسن، ويكون في عادات حلوه في حياتي ويكون في تفاصيل حلوه في حياتي. لا، ده انا شخصيه قد المسؤوليه قوي. يمكن دي حاجه ما تعرفوهاش عني، بس انا بحب اكون قد المسؤوليه بطريقه خنيقه، يعني اللي هو ما بحبش ابدا ارمي مسؤوليتي على حد واقول لا المفروض الناس تساعدني او اللي حواليا يساعدوني. دايما مسؤوليتي شايفه ان انا اول واحد لازم يكون بيسد فيها، والحمد لله ربنا بيقدر دايما لما بتحسي ان انت قد مسؤوليتك دي. والله لو مش قادره لها ربنا بيعينك وبيخليكي تكوني قادره لها. فبحب في نفسي قوي الحاجات دي، فقعدت اعدد الحاجات الحلوه اللي فيا. انتوا كمان اقعدوا شوفوا الحاجات الحلوه اللي فيكم وما تبصوش لنفسكم بنظره دونيه. بصي لنفسك وانت بتعدي الحاجات الحلوه كانك بتبصي لصاحبتك اللي ما استسلمتش لحاجات كتير حصلت لها وحشه في حياتها، اللي بتقوم وبتعافر، اللي بتجتهد، اللي بتعمل حاجات كتير قوي علشان تكون احسن. هتلاقي نفسك عماله بتقولها انا فخوره بيكي، انت جميله، انت مش عارفه ايه. قولي لنفسك الكلام ده. احنا بنستخسر في نفسنا بجد الكلمه الطيبه. فانا قيمتي هي بحجم احساني لنفسي. لما بلاقي نفسي بعمل كل الحاجات دي، لا على فكره انا حلوه جدا، انا كويسه جدا، انا جميله قوي. بتبان على فكره لو انت بتقولي لنفسك انت جميله بصيغه الغرور والكبر، ولا ان انت بتقولي لنفسك جميله يعني متعاطفه مع نفسك كده ورحيمه بنفسك. فلا، انت حد له قيمه قوي قوي قوي، حتى لو ما عندوش العربيه الفلانيه ولا نوع الموبايل ده ولا عدد المتابعين دول. انت حد له قيمه قوي 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 في حياه الناس اللي انت بتأثري فيهم قوي كمان، وفي حياه نفسك كمان. فازاي بقى اقدر نفسي علشان انا واحده عندي قيمه؟ ازاي بقى اقدر نفسي كده على ارض الواقع؟ ان انا اكون نفسي عزيزه عليا، ما اقبلش ابدا الاهانه لنفسي، ما اقبلش ابدا ان انا اكون ذليله تحت رحمه اي حد او اتذلل لحد او اقعد اتحايل على حد او ما بحبش انا كده. بحس انه الانسان اللي بيعمل كده هو بيهين نفسه، فيتقبل بقى عدم احترام اللي قدامه ليه، وان اللي قدامه يحس ان هو شخص تقيل. فما تقبليش ابدا انك تكوني ذليله لحد ولا تقيله على حد، ولا تبقي كده حد نفسه عزيزه عليه بشكل لا تتخيلوه. واوعي تقبلي انك تعملي حاجه غلط تحت اي مسمى من المسميات وتقولي اصله مش عارفه ايه، اصله مش عارفه ايه. اي حاجه غلط انت عارفه ان هي غلط وهتقبلي انك تعمليها، فده نوع من انواع الاهانه لنفسك. انت فعلا بتهيني نفسك. فما تستنيش اللي قدامك يبقى بيحترمك، وتحترمي نفسك. واحترامك لنفسك ما يكونش مبني علشان جوزي انا بحترم نفسي، انا علشان ابويا بحترم نفسي، انا عشان اخويا بحترم نفسي، انا عشان اولادي بحترم نفسي. انت بتحترمي نفسك علشان نفسك. يعني لو كل ده مش موجود، انت بتحترمي نفسك جدا جدا جدا، ونفسك عزيزه عليكي قوي، فما بتقبليش ليها اي اهانه. والله والله لو عملتوا كده هتلاقوا نفسكم واثقين في نفسكم الثقه المحموده، الثقه الحلوه، اللي هو لو اتحطيتوا في اي مكان انتوا شايفين نفسكم حلوين، شايفين نفسكم تستاهلوا اي تقدير حد بيقدره لكم. انتوا غاليين قوي عند نفسكم، بتقدروا نفسكم قوي. نظرتك لنفسك بقى انك شخصيه ليها قيمه وبتقدر نفسها صح، ما بتهينش نفسها ابدا تحت اي مسمى من المسميات. هتلاقي اللي قدامك بيحترمك غصب عنه من كتر ما هو منبهر باحترامك لنفسك. احترامك لنفسك اولا هيخلي اللي حواليكي يحترموكي. كان في مقولة كده شفتها قبل كده بتقول كل شخص يختار حجمه بافعاله. افعالك هي اللي هتبين حجمك انت قد ايه، مش الحاجات اللي انت بتمتلكيها ابدا. افعالك، احترامك لنفسك، تقديرك لنفسك.
فيا رب تكون النقطه دي وصلت لكم، لان انا بقولها لكم من قلبي بجد، وبتفرق قوي 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 والله. النقطه دي بقى انا مش عارفه اقولها لكم ازاي، لان انا مش عارفه ليها كلام او وصف دقيق، بس انا هحكي لكم وانتوا هتفهموني، صح؟ هتفهموني. وهي انه ما تقوليش انطباعك عن حد لسه بتتعرفي عليه جديد، او حد لسه شايفاه اول او تاني مره، ما حصلش ما بينكم مواقف، ما عرفتيش الشخص ده كويس، فما تجريش تقولي انطباعك عنه بسرعه لاي حد، سواء انطباع حلو او انطباع وحش. بس يعني الحلو قوليه مش هيخسر يعني، بس الوحش بلاش تقوليه خالص. ساعات بيبقى في ناس كده لسه ما تعرفناش عليهم، لسه ما اديناش فرصه نعرف الناس دي لطيفه ولا مش لطيفه، كويسه مش كويسه، بمجرد بس من كلامهم او من حاجه عملوها. الناس دي ما بتنزليش من زوري، الناس دي مش عارفه، ما بقبلهاش. تيجي بعد شهر او شهرين او 3 لما تتعاملي مع الناس دي تلاقيهم ناس لطاف، تحسي انت بتحبيهم، ينزلوا لك من زورك فجاه، فما تبقيش عارفه تقولي ايه لصاحبتك اللي قلت لها ما بينزليش من زوري، ولا عارفه تقولي ايه لاخواتك اللي قلت لهم ما بقبلهمش وبقيتي بتقبليهم ما شاء الله. فتحسي ان انت منافقه، او هم هيحسوا ان انت منافقه. انت مش بتبقي منافقه، انت بتبقي واحده بس مجرد متسرعه وبتبني حكمك على الناس بسرعه وبتقوليه. فاحلى حاجه دي ترجعنا لنقطه ان احنا ما نحكمش على حد بجد، لان انت لما بتحكميش على الناس بتريحي الناس منك، وانت كمان بتبقي مرتاحه نفسيا. فكمان ما تحكميش على حد، وما تقوليش حكمك على حد لحد بس بسرعه كمان، خصوصا لو الحكم ده سريع كده. بس دي من الحاجات اللي عايزاكم تاخدوا بالكم منها والله، لان هي في الحياه العمليه والحياه كده بتلاقوها بتفرق. قولوا لي حد كده حصل معاه الموقف ده ولا لا؟ انا عن نفسي حصل معايا. الحاجة رقم 5، ودي يمكن من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا نفسيا جدا جدا في حياتي، وباخد وقت طويل لحد ما اعرف اطبق الحاجة دي في حياتي، مش ما عملتهاش على طول، لان انا كنت شخص بتاع تفاصيل قوي ومثالية قوي، بحب الحاجة تبقى فظيعة قوي. اعمالا بقوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا. الوسطية بجد من احلى الحاجات اللي ممكن تخليكي عايشة مرتاحة في حياتك بشكل لا تتخيليه. انك ولا تكوني متشددة قوي، ولا تكوني مبحبحة قوي، ولا تيجي على نفسك قوي وتظلمي نفسك قوي وتضغطي نفسك قوي في الشغل، ولا تبقي مرحرحة قوي وطول اليوم قاعدة على السرير مفخودة وما بتعمليش اي حاجة في حياتك وشايلة جبال الدنيا عشان انت شخص مش منجز ما بيعملش اي حاجة في حياته فعلا ومكتئبة. ولا تكوني ضغطة نفسك قوي برضو، تعبانة نفسيا ومضغوطة ومريضة من كتر ضغطك لنفسك وانك بتيجي على نفسك. ولا تكوني بتدي قوي الناس وتكوني شخصيا معطاءه طول الوقت، بتدي طول الوقت، بتيجي على نفسها علشان فلان يبقى مبسوط، بتيجي على نفسها عشان فلان يبقى مرتاح، بتيجي على نفسها علشان تعمل لفلان الحاجه اللي هو عايزها، مش مهم الوقت ده هو مناسب ليكي ولا مش مناسب ليكي صحيا او نفسيا او ايا يكن، فبتيجي على نفسك. فولا تكوني معطاءه قوي، ولا تكوني بتاعت مصلحتك بقى، الشخصيه اللي هي بتاعت مصلحتها، اللي هي تاخد وانتش واجري، بتاعت مصلحتي وخلاص، اهم حاجه مصلحتي عند الناس وخلاص، مش مهم بقى الناس دي تولع تموت تتحرق تتشنق، انا اهم حاجه مصلحتي. فولا تكوني كده، ولا تكوني كده. بجد الوسطيه دي من اكتر الحاجات اللي لازم تحاولوا تعملوها في حياتكم، لانها هتريحكم نفسيا قوي 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 بجد. انا ساعات بلاقي ناس بتتخانق كده في حاجات، وناس بتتخانق كده في حاجات تانيين، وانا في النص انا مرتاحه جدا جدا ونفسيتي حلوه قوي علشان انا في النص بجد. هي معظم الحاجات اللي بقولها لكم النهارده هي حاجات بصوا تحسوا ان هي فسافيس كده بسيطه بتحصل، او مواقف بتحصل في حياتنا، فانا جمعت لكم بعض المواقف دي علشان تاخدوا بالكم منها، لان المواقف دي مثلا انا خدت بالي منها قوي. النقطه رقم 6، انه ما تتعامليش برد فعل غيرك في موقف يخصك. ازاي؟ انا حصل لي موقف فلاني، الموقف ده صعب جدا جدا وفيه ظلم او فيه اي حاجه باي شكل، ورحت حكيته لصاحبتي، لاختي، لجوزي، لاي حد في الدنيا، ولقيت الحد ده بيقولك لا انت لازم تاخدي رد الفعل الفلاني، انت لازم تاخدي رد الفعل وتعملي كذا وكذا وكذا وكذا، فتقومي كده وانت متحمسه قوي تعملي رد فعلهم هما، تروحي تنفذي رد فعلهم هما وانت مش مقتنعه برد الفعل ده، لان هو مش شخصيتك قوي. في ناس ممكن تتحمق قوي على موقف ظلم، في ناس بتحتسب عند ربنا وبتقول عند ربنا وبتسكت وبتبقى مرتاحه نفسيا ان هي ساكته، في ناس ما بتكونش مرتاحه نفسيا ان هي ساكته، لازم تتخانق ولازم تاخد حقها بايديها ولازم ولازم ولازم. ف
دي مش مشكلتي، يعني مش مشكلتي انت هتاخدي حقك في الموقف ده ازاي، انا مشكلتي انك تاخدي حقك بالطريقه اللي تكون مريحاكي انت، ما تتحمسيش لرد فعل غيرك وتجري تنفذي رد الفعل وبعد كده تندمي. علشان الموقف ده برضو حصل معايا وكان موقف كده وحاجه يعني ما كنتش حاسه ان انا المفروض اخد عنها رد الفعل ده، وانا كنت فعلا في البدايه مش عادي، انا متضايقه بس مش هاخد رد الفعل ده. فتحمست الكلام حد قاله لي لازم تعملي كذا واجري واعملي كذا وكذا وكذا ولازم تقولي وتعملي، فتحمست وجريت وقلت وعملت. بعد كده ندمت لانه ده ما كانش رد فعلي، انا كنت متضايقه جدا 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 انا ازاي عملت رد الفعل ده حتى لو كان صح بس انا مش حباه. فاهمين؟ اخر حاجه بقى علشان ترتاحوا خالص من رغي البت توشو، ودي يمكن حاجه حبيت اقولها لكم قوي علشان انا في فترات كتيره في حياتي ما كنتش باخد بالي منها لحد ما ربنا الهمني بيها وبقيت اعمل بيها وفرقت جدا جدا في حياتي. وهي انه يكون ليكوا حال مع الله، ان يكون ما بينكم وما بين ربنا سر محدش يعلمه غيركوا انتوا بس، صدقه صغيره حتى لو صغيره قد كده بس تكون ما بينك وما بين ربنا خبيئه، هي ده السر اللي بيني وبين ربنا. عمل صالح، اي عمل صالح في الدنيا حتى لو ذكر بتقوليه بعدد معين او بطريقه معينه خليه بينك وبين ربنا. صلوات بتعمليها، صلاه قيام الليل دي حاجه بتبقى بالليل محدش بيبقى شايفك خالص، فخليها بينك وبين ربنا، ما تتكلميش عن الحاجه دي. صدقوني بتنجيكي، ساعات بتلاقي ربنا سترها معاكي في موقف انت كنتي ممكن تموتي فيه وتلاقي ستر ربنا كده حوطك من كل الاتجاهات. فيمكن يكون السر هو في السر ده. انتوا عارفين اللي لفت نظري الموضوع الخبيئه والسر ده ايه؟ عارفين لما بتلاقوا حد مات وتلاقوا ناس كتير قوي عماله تتكلم عنه وتدعي له وناس متاثره قوي وناس بتعيط، لدرجه الناس ممكن تعمل اعمال خير وتطلع صدقات باسمه علشان الشخص ده وهي اصلا ما تعرفوش. فبنلاقي نفسنا جه في دماغنا او نقعد نقول ايه يا ترى ايه اللي ما بين الشخص ده وما بين ربنا، يا ترى ايه اللي كان بينه وبين ربنا علشان ربنا يسخر له كل الناس دي تدعي له وتعمل له حسنات بعد ما مات. هو ده بقى الخبيئه، وان يكون ما بيننا وما بين ربنا سر. اسمعوا بقى على اليوتيوب شيوخ وناس بتتكلم عن الموضوع ده باحاديث كتيره وبقصص كتيره قوي، هتحسوا ان انتوا اتاثرتوا قوي. فاي عمل صالح انتوا بتعملوه حتى لو كان حاجه صغيره، لا تحقرن من المعروف شيئا، حتى لو كانت حاجه بسيطه قوي ما تصغروهاش، والمهم ما تتكلموش عنها وخلوها بينكم وبين ربنا. هتفرق جدا جدا في حياتكم والله العظيم، وهتلاقوها في حاجات كتيره قوي. مش هقول لكم بس هتلاقوها في حاجات، في توفيق، في قبول، في تسهيل، في تيسير، في حاجات كتير. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا باي حاجه حتى لو قد النمله، واكون قلت حاجه بطريقه غير مباشره تفيدكم في حياتكم وتفرق معاكم في حياتكم، وده بيكون هدفي بجد من الفيديوهات دي. وبشكركم جدا على كل كلمه حلوه بتقولوها لي وعلى دعمكم ليا دايما وعلى حبكم بلا سبب. انا بجد بحبكم جدا، وان شاء الله يعني اشوفكم في فيديو تاني جديد قريب باذن الله. مع السلامه.